وحيث لا تعلم، ولكن لابد أن يكون هناك صلة بين العبد وربه، أن يكون العبد موصولا مع ربه، موصولا بحبيبه صلى الله عليه وسلم، وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفك الكرب، لأن الصلاة على النبي هي مفتاح كل شيء. الصلاة على النبي هي تقضي جميع الحاجات. إن كنا لا نؤمن أو كان البعض لا يؤمن بهذه القصص، لكنها قصص واقعية لم تؤلف من واقع الخيال، ولكن هي قصص من الواقع. وقصة أخرى حدثت وقد عاصرتها بنفسي. هذه القصة التي سأحكيها لكم عاصرتها بنفسي، وهي لإحدى السيدات عندنا حدثت لها مشكلة في الرحم، فذهبت إلى الأطباء وإلى المستشفى وعملت عملية في الرحم. وأثناء إجراء هذه العملية في الرحم الطبيب ترك أمبول في الرحم وخيط العملية. فبعد شهر واثنين أصبح عند هذه السيدة نزيف متكرر، فذهبت إلى الأطباء فقالوا لها ده في أمبول موجود داخل الرحم، ولابد من فتح الرحم مرة أخرى وعمل عملية ثاني لإخراج هذا الأمبول اللي تركه الطبيب في العملية الأولانية. هذه حقيقة عشناها، وكانت هذه السيدة وما زالت تعيش هذه السيدة معنا في نفس البلدة التي نعيش فيها. قصة واقعية. ثم ذهبت لإجراء العملية فوجدت العملية مكلفة تقدر ب10,000 أو 5,000 آنذاك. من الكلام ده كان من 10 سنين أو 15 سنة يعني. فلم يكن هناك مال لدفعه لإجراء العملية مرة أخرى، ولكن جاءت إليها والدتها وسألتها عن حالها وحكت لها قصة لوالدتها، وقالت لها كانت من امرأة من الناس الطيبين، وقالت لها عليك بالصلاة على النبي وسيفرج الله كربك. عليك بالصلاة على النبي وسيفرج الله كربك. وفعلا هذه السيدة التي حكت لنا هذه القصة بنفسها وليس عن طريق أحد، حكت القصة بنفسها وليس عن طريق أحد. قالت فظللت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي وردا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نمت ذات ليلة فوجدت أن رجالا يأتون إلي في المنام، رجالا يأتون إلي ومعهم سيدة امرأة. فقالت لهم هذه المرأة وهذه السيدة هذه هي المرأة التي تريد إجراء عملية. ده القصة دي حصلت لها في المنام. جو لها 2 أطباء في الحلم في الرؤية، ومعاهم امرأة معاهم سيدة بتقول لل2 الأطباء دي الست اللي عايزين نعملها عملية. فبتحكي هذه المرأة القصة وتقول فنوموني وأجروا لي العملية وكأني أجري عملية فعلية حقيقية، مش موضوع حلم مش موضوع رؤية. فأجروا لي العملية وطلعوا الأمبول وخيطوا العملية زي ما كانت. ثم أصبحت في الصباح لا أستطيع القيام من على السرير من هذه الرؤية التي رأيتها، وهي إجراء عملية جراحية في المنام. قالت ما قدرتش أقوم من على السرير، ووجدت ألم العملية وألم جرح العملية في بطني، وكأني عملت هذه العملية يقظة وجهارا نهارا. كأني عملت العملية دي يقظة وجهارا نهارا وليس في المنام. فوضعت يدي على بطني ثم ناديت على أمي وسألتها وقصصت عليها ما حدث لي في هذه الليلة وفي هذا المنام. فقالت يا بنيتي
لا تحكي رؤياك على أحد، فقد عافاك الله وشفاك. وإن شاء الله كده لما تتحسن شوية حنروح للدكتور ونعمل تحاليل ونعمل أشعات مرة أخرى ونشوف الكلام ده صح ولا كده. وبعد ما تحسنت يوم واثنين وثلاثة ذهبت إلى الدكتور اللي عمل لها الأول عملية، اللي قال لها إن في عملية هنا محتاجة عملية مرة أخرى وفي أنبول في الرحم، وعمل لها الإشعاعات وعمل لها التحاليل. فراح عمل التحاليل والأشعاعات مرة أخرى فوجد أن هناك عملية جراحية قد تمت بالفعل. هناك عملية جراحية قد تمت بالفعل، وهذه قصة واقعية عاصرناها بأنفسنا وحكتها لنا صاحبة القصة الفعلية. صاحبة القصة نفسها هي اللي حكت الكلام ده، ونحن على ذلك عليها من الشاهدين. ثم ربنا كرمها بعد ذلك ورفع عنها النزيف وأنجبت طفلة بعد ذلك وعافاها الله. حتى الآن لم تذهب إلى أي طبيب بخصوص الرحم، وكان ذلك بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان أن تكون له محبة وأن تكون له صلة مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون الإنسان متصل، لابد الإنسان أن يكون له ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون له جانب من حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نام الإنسان وورد أو أخذ له مرة واثنين وعشرة ومية وألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستنام على خير، تنام على رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنام على حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ربنا عز وجل الذي يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا إن كنا نحب الله عز وجل لابد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تفرج الكروب، ولأنها تشفي الأمراض، لأنها تقضي الحاجات، لأنها تسد الديون. هي كل ذلك بفضل الصلاة على النبي. والفائدة الأكبر والفائدة الأعظم أنك بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ستحظى بشفاعة النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، ستحظى بالشرب من حوض النبي حوض الكوثر يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وتحظى بالشرب من كف النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم بفضل حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يتحقق بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم ويتحقق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصابك هم أو أصابك غم أو أصابك دين أو أصابك كرب فخذ نفسك في الصلاة على النبي، افزع إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجري إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تحصن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فستجد سرا عظيما وسرا بالغا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصص الواقعية التي حدثت لنا. ويحكي لنا شيخ جليل وعالم كبير أن كان هناك رجل يبيع من الفول، راجل بائع فول، وكان ابنه صبي جنبه، وكانت هناك امرأة فقيرة تاجي تقول له أنا عايزة فول، يقول لها عايزة بكام؟ بقرش، بقرشين، بربع جنيه، بنص جنيه. تقول له لا أنا عايزة بالصلاة على النبي. فيفهم الرجل أنا عايزة فول بالصلاة على النبي يعني أنا معيش فلوس، فيعطيها هذا الرجل أو هذا البائع بائع الفول ما زاد من الفول، ويعطيها من الطحينة والزيت على الفول أكثر مما يعطيه لأهل الأموال، أكثر مما يعطيه للذين يدفعون فلوس ويدفعون مال، فكان يعطيه أكثر. فينظر له ابنه جنبه، ابنه يقول له يا أبي إزاي تعطيها ولم تعطيك مال وتقول لك بالصلاة على النبي؟ فيقول لابنه يا بني لو علمت قدر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنفقت كل هذا الطعام وكل هذا الفول بدون دراهم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو علمت قدر الصلاة على النبي لوزعت الفول ده كله والقدرة ده كله
في حب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تعلم قدر الصلاة على النبي، فقدر الصلاة على النبي عظيم وقدر الصلاة على النبي كبير. فعليكم من أهمه هم وأصابه غم وأصابه كرب أن يجزع أو يفزع إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مفرجة للكروب وغافرة للذنوب وقاضية للحاجات. وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين، وبارك الله فيكم، وأشكركم على حسن استماعكم. ومن أراد أن يتابعنا على صفحة برنامج حياة بلدنا على الفيسبوك، أو يتابعنا على الأرقام الموجودة أمامكم على الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على حسن استماعكم.